ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل مع بعض النهارده وجبه حلوه جدا. لو بتفشل منك الملوخيه المجمده وبتحس ان طعمها مش حلو زي الملوخيه الفريش، يبقى الوصفه دي ليكي. هنعمل ملوخيه حلوه جدا النهارده، وهنعمل كمان الكشك المصري هنعمله بطريقه رهيبه، وهنعمل كمان الحمام المحشي فريك ومحشي رز. وبس لو اول مره تشوفيني بقى، انا مياده ودي قناتي. اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك وتكملي معايا الفيديو، لاني انا واثقه ان الفيديو بتاعنا هيعجبك النهارده. اول حاجه هنبدا بيها هنعمل مع بعض خلطه الرز اللي هنحشي بيها الحمام. جبت هنا معلقتين كبار من السمن البلدي، او تقدري تحطي معلقه من السمن البلدي ومعلقه من الزيت. هنزل ببصله مفرومه، بصله تكون وسط كده. هبدا اشوح فيها كده، اول ما تبدا تاخد لون بسيط هبدا انزل بالكبد والقوانص بتاعه الحمام، مقطعاها مكعبات كده زي ما انت شايفه. عندي هنا بقى التوابل بتاعتي، بحط نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من البهارات السبعه، ونص معلقه صغيره من الكزبره، وربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون. هقلب كل ده كده كويس قوي مع بعض، وهنزل كمان بنص معلقه صغيره من القرفه. معايا هنا بقى كوبايه الا ربع من الرز. انا بحط للحمامه ربع كوبايه من الرز. هبدا بقى اشوح الرز كده مع البصل والتوابل كده كويس قوي كده مع بعض. اول بس ما يبدا لونه يتغير هبدا انزل عليه بكوبايه من الميه، وهقلب بقى كويس قوي. وفي الوقت ده انا مش هغطي الرز، لاني لو غطيت الرز هيستوي معايا وهيعجن في الحمام. انا بسيبه بس كده يشرب الميه بتاعته من غير ما اغطي عليه. بعد ما يشرب بقى الميه بتاعته هيبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هركنه بقى على جنب بقى واسيبه يبرد. تعالوا بقى في الوقت ده نعمل بقى كمان الفريك. جبت هنا طاسه، حطيت فيها معلقتين من السمن البلدي زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا انزل كمان ببصله مفرومه. هو طريقته ما تختلفش كتير عن الرز. هبدا برضو اشوح فيها كده، اول ما تبدا برضو تغير لونها هبدا انزل بالكبد والقوانص واشوحها كويس قوي كده مع بعض. هحط نفس التوابل اللي احنا حطيناها للرز، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والبهارات السبعه والكزبره والحبهان المطحون والقرفه كمان. مننساش طبعا نظبط الملح، واقلب كل ده كده كويس مع بعض. في الوقت ده بقى انا جايبه هنا نص كوبايه من الفريك، نقعيها لمده نص ساعه. انا بقى بنقع الفريك لكن الرز ما بنقعوش. هبدا بقى اشوحه كده. ده بقى هحط له حوالي كوبايه وربع من الميه، لان الفريك بياخد وقت في السوى. لكن بقى عندي هنا الفريك هغطي عليه، لان انا محتاجاه نص سوا، لان لو حطيته كده في الحمام مش هيستوي معايا. بعد بقى ما شرب ميته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعتبر كده بقى نص سوا معانا. هركنه برضو على جنب كده لعند ما يبرد. انا ما بحشيش الحمام ولا الفراخ خالص المحشيه والرز او الفريك سخن، هسيبه يبرد بقى تماما. جبت هنا بقى الحمام، طبعا غسلاه كويس او منضفاه، وقايله للراجل بتاع الفراخ يفصل لي الجلد عن اللحم كده زي ما انتم شايفين. وجبته بقى وغسلته بالدقيق والملح والليمون، وبعد كده سبته بقى ونقعته وصفيته كويس قوي لعند ما بقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى احشي كده زي ما انتوا شايفين من تحت الجلد. حاولي طبعا ما تكتريش الرز في الحمام عشان ما يفرقعش مننا. لازم تدي كده مساحه للرز كده علشان كده هينفش طبعا معانا. وبحشيها كمان من جوه زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا بنحشي الرقبه، بناخد كده الرجل كده بنحطها في الجزء اللي تحت ده، وانضفها طبعا من اي رز يكون فيها او اي حاجه. هحشي كمان معاكم واحده فريك بنفس الطريقه. زي ما انا قلتلك اوعي بس تزودي الرز او الفريك. هنا بقى انا حشيت كده الرقبه بتاعتها. عايزه اقول لكم هنا ان الحمامه بتاعتي كانت مقطوعه شويه من الجزء ده، فجبت هنا بقى خيط وابره وخيطتها، لان لو حطيتها زي ما هي كل الفريك اللي فيها هيخرج بالشكل ده. ما تقلقوش خالص، بعد السوا هنشيلها. جبت هنا بقى الجنحان كده ورجعتها لورا كده بالشكل ده، عشان طبعا تدينا نفس الشكل اللي احنا بنجيبه من بره. معايا هنا بقى حله حطيت فيها بصله مبشوره، وحطيت ملح، وحطيت كمان ورق لورا، ونزلت كمان بحبهان.
ولو عندك كبابه صيني طبعا حطي. ونزلت بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هبدا بقى اسقط الحمام زي ما انت شايفه كده. انا بحط الحمام على ظهره، ما تحطيش الحمام على بطنه خالص ولا على الجنب عشان ما يتفتحش مننا. وبخلي الغطا بتاع الحمام مهوي كده بالشكل ده. هنا بقى بعد ساعه الا ربع، عايزه اقول لكم اول ما بدا يغلي وطيت عليه خالص النار وسبته لمده ساعه الا ربع. بعد ساعه الا ربع بقى كان معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله تبارك الله، ما فيش ولا واحده اتفتحت. علشان زي ما انا قلت لك توطي عليه وتسيبي الغطا مفتوح شويه عشان يطلع مظبوط معانا. هركنه بقى على جنب كده وتعالوا بقى نعمل مع بعض الكشك المصري. الكشك المصري ده كل واحد فينا ليه طريقه. انا هقول لكم طريقتي اللي انا بعملها، وان شاء الله انا واثقه ومتاكده لو جربتوها هتعجبكم قوي. معايا هنا حوالي ربع كوبايه من الرز، يعني تاخدي شويه كده في ايدك كده. نزلت عليهم بكوبايتين من الشوربه، طبعا الشوربه الدسمه بتاعه الحمام بتدي طعم حلو جدا، وفص من الثوم مهروس. ونزلت كمان بربع معلقه صغيره من الشطه. ما تقلقوش هي مش هتخليه حراق خالص. هسيبه بقى يغلي كويس قوي لعند ما الرز يتهمك معانا. انا عايزه الرز يكون مهموك معانا كده بالشكل ده. مهموك دي يعني مستوي خالص زي ما انت شايفه كده. ولو لقيتيه ما وصلش للدرجه دي تقدري تحطي له كمان نص كوبايه من الشوربه، مفيش مشكله خالص. هنا بقى هزود له كمان كوبايه من الشوربه بعد ما استوى معايا بالشكل ده، ونص كوبايه من الحليب. هقلبهم كده كويس كده مع بعض. هنزل بقى بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود وربع معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، واقلبهم كده كويس قوي مع بعض. واظبط طبعا الملح في الوقت ده. جبت هنا بقى معلقه من السمن، طبعا دي في طاسه خارجيه خالص، ونزلت عليها ببصله كده مفرومه تكون وسط. هقلبها كويس كده لحد ما تاخد معانا اللون المظبوط ده. هشيل حوالي 3 معالق كده على جنب، اركنهم على جنب. هقول لكم هنعمل بيهم ايه. نزلت هنا بقى بالكشك بتاعنا واقلبه كويس قوي كده مع البصل. وكده الكشك معانا بقى جاهز. مش قادره اقول لكم بطريقه بسيطه وسهله وتحفه. تعالوا بقى نركنه على جنب ونعمل مع بعض الملوخيه المجمده. جبتها هنا وطبعا وفكتها. انا بسيبها طبعا تفك خالص من التجميد بتاعها. ونزلت عليها بمعلقه من الثوم والفلفل اللي هم المطحونين، ومكعب من المرقه، ومكعب من السمن البلدي او قطعه من الزبده. اقلبهم كده كويس قوي مع بعض لعند ما تخرج كل الميه الموجوده فيها زي ما انتم شايفين كده. بدات هنا تغلي معانا وتبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هبدا انزل عليها بقى في الوقت دوت بكوبايه ونص من الشوربه، او انزلي بكوبايه تدريجي. وبعد كده لو لقيتيها محتاجه شوربه تقدري تزودي لها عشان بس ما تبقاش سايله معاكي قوي. هنا بقى بدات تغلي معانا طبعا بالشكل ده. تقدري تظبطي طبعا الملح في الوقت ده. هنزل بقى بنص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. ده القوام المظبوط طبعا للملوخيه بتاعتنا. جبت هنا بقى طاسه هنزل فيها بمعلقتين كبار من السمن البلدي. ومعايا هنا بقى توم على فلفل كده مفرومين كويس مع بعض. حوالي 4 فصوص من التوم وحبه من الفلفل، تقدري تحطي احمر او اخضر. هشوحهم كده كويس قوي مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الكزبره الناشفه. اول ما تبدا تاخد لون بسيط قوي هنزل بقى على الملوخيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاولي ما تسيبيش الكزبره تتحرق جامد او تاخد لون قوي علشان ما تمررش معانا الملوخيه. انتوا فاهمين كده؟ بقى الملوخيه بتاعتنا بقت جاهزه. مش قادره اقول لكم تحفه. جبت هنا بقى طاسه وحطيت فيها شويه من السمن على شويه من الزيت علشان الحمام يطلع لونه حلو معاكي. لازم تزودي كميه الماده الدهنيه اللي احنا بنحمر فيها الحمام. انا ولا بدهنه لبن بقى ولا بدهنه اي حاجه. ومش قادره اقول لكم طبعا انتوا شايفين اللون عامل ازاي، خطير. بصوا بقى اللون معانا عامل ازاي. اخلص بقى كل الكميه بقى وارجع لكم. هنا بقى الكشك بتاعنا بقى جاهز معانا وفضيناه بقى في الطبق بتاعتنا. وشويه البصل بقى اللي كنا شايلينهم هنحطهم بقى على الوش كده. مش قادره اقول لكم تحفه. ودي بقى الملوخيه بتاعتنا المجمده اللي لو دقتيها وعملتيها بالطريقه بتاعتي هتاكلي احلى واجمل ملوخيه. صدقيني مش هتحسي خالص ان هي مجمده، والله هتقولي ان هي فريش بالظبط. وطبعا الحمام بتاعنا بقى جاهز معانا.
عايزه بقى كمان اوريهولك من جوه، مش قادره اقولك الرز مستوي وفي نفس الوقت مفلفل، والفريك كمان والحمامه كلها مستويه. انا عايزاكي بقى تجربي الطريقه دي والوصفه دي. لا لا لا، طريقه ايه، الطرق دي والوصفات دي. ولو عجبتك بقى ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسيش تشتركي في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنيني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.